ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير دايما يا رب. اهلا وسهلا بكم في قناتكم اختيارات ماما زكية. اهلا بكل اخواتي اللي شرفونا ونورونا. انت فين النهارده يا سوسو؟ انا في ميدان المنشية جنب فندق امون. ليه يا اختي رايحة فين؟ سألت كل اخواتي الاسكندرانية، قلت لهم اروح اجيب سمك حلو ورخيص بدل الاسعار اللي بنسمعها دي منين؟ قالوا لي انزلي سوق المنشيه. وديني سمعت الكلام وصحيت بدري وقلت اما انزل اشوف الدنيا فيها ايه والاخبار ايه. حلو قوي وتعالوا بقى معايا وهتلاقي السمك رخيص وجميل وطازه وايه. صحيت لكم بقى ايه من الساعه 6، انتوا عارفين اني بحب اصلا الصحيان بدري. رحت بقى ايه على سوق المنشيه ده ونزلت زي ما وصفولي بالظبط. لقيت لكم بقى الفلاحين الجمال اللي قاعدين دول. الست دي بتبيع الاربع اكواز دول ب20 جنيه، والخضره الجميله بقى. بس لقيتهم ايه، 3/4 لسه ما فتحوش، اللي هو يعني بيفتحوا بعد الساعه 10 شكلهم او كده. بس لقيت برضو سمك وجبت سمك. وكان في حد قال لي، يا اخواتنا بقى اللي في اسكندريه الشاطرين القروبين يقولوا لي، قالوا لي انه في سوق عامل زي السوق حضاري كده جنب الجمرك. حاولت اوصل له ما عرفتش ابدا. مش عارفه يعني الناس مش عارفينه، او انا اتعودت من ساعه ما جيت. انا تهت كذا مره يا جماعه، مش عارفه ليه، مع اني حافظه اسكندريه بس بسال ساعات على حاجات جديده اتعملت بيتوهوني. ليه يا حبايبي بتتوهوني؟ يعني مش عارفه، مع اني بحبكم يعني. مش عارفه ليه الاسكندرانيه الرجاله مش الستات بيتوهوا بيقولوا لي على الحاجات غلط. والله انا تهت مرتين امبارح. المهم فنزلت سوق المنشيه بقى. المانجا فيه رخيصه والحاجات رخيصه، يعني المانجا ب40 جنيه فيه، والكمثرى كانت ب30 جنيه. الليمون هو اللي غالي عندكم مش عارفه ليه، يعني عندنا في مصر ب12، عندكم ب20 جنيه. الزيتون عندكم ب90 جنيه، عندنا ب60 جنيه. ففي شويه حاجات يعني عندكم غاليه كده ومش مبرره. الخضره عندكم معدومه عدمه السنين انتوا محرومين من الخضره يا عيني، الخضره عندكم ضعيفه قوي. جبت بقى ايه، سألت الراجل دوت على الجمبري، قال لي ده ب120 جنيه. طبعا جمبري صغنطوط وقزاز وجميل. وقال لي الكابوريا ب140 جنيه. تمام، بس ما جبتش منه. قلت استني يا بت، ايه ده اول واحد قابلني. قمت طالعه ايه على قدام شويه. ماشي، طلعت بقى بس كان لسه ما فرشوش وبتاع. ده كنت فاكراه بقى هيبيع. قال لي لا، ده مزاد، فمش للبيع يعني. قمت ايه ماشيه وسايباه. طبعا شكل السمك بصراحه جميل بقى وطازه وحلو قوي. لقيت لكم الراجل بقى ده لسه بقى ايه منزل السمك الحلو. بصوا بيلعب يا بنات، بيلعب كده. السمك بقى اللي هو الشبار الصغنطط ده، والله كنت نفسي فيه بشكل. ليه بقى؟ كله جابه وانا جبته هنا في مصر ما كانش طازه وكان زي العسل. قلت له بكام يا عم؟ قال لي ب30 وب40 وب60، اللي هو حسب الحجم يعني. جميل جمال. بصوا جبت يعني ايه الوسط اللي هو ب40. جبت من ابو 40 كيلو ونص، من ابو 60 كيلو ونص، ومن ابو 40 2 كيلو. عشان يعني عملت حساب اختي وولاد اختي وكده والناس اللي معانا يعني. بس بقى عيبه بقى ان انا قعدت ادور على حد شوايه. تهت بقى وقعدوا يتوهوني وودوني اخر الدنيا عشان الشوايه، عشان اشوي يعني عند حد. وكل ما تروحي لبتاع سمك يقول لك ايه. طبعا انا رجعت على المكان اللي انا قاعده فيه. فالمكان اللي انا قاعده فيه مش شعبي،
مش شعبي قوي يعني، فايه مش لاقيه فيه شوايات، كلها محلات سمك غاليه. ويقول لك ايه بقى، لا انا ما اعملش سمك من بره. لحد فين يا عيني لما رجليا بصوا كسرت. وبعدين في الاخر لقيت واحد بعديه بشارعين، بصوا الحراميه دي اللي سرقت السمك اهو، حراميه. وبعدين لقيت لك واحد بعدها بشارعين وافق وكده وقال لي بيعمل الكيلو ب 30 جنيه، برضو غالي قوي بصراحه. المهم يا بنات، اخيرا يعني لقيت حد يشوهولي، بس ما عملش طبعا التتبيله اللي انا بعملها له. انا بعمل له تتبيله كنت شاويه في البيت وانا في القاهره، كان تحفه. بس الحمد لله يعني عملته كويس، واخدين بالكم. فخدت بقى 2 كيلو من ده وكيلو ونص من ده. السبيت ب120، وفي بقى انواع تانية بقى اللي ب200 واللي مش عارفه بكام وكده يعني. بس ده ارخص سوق. الجمبري ب450. الجمبري غالي قوي طبعا، ده ارخص حاجه، لان ده طبعا جمبري بحري بقى وبتاع وطازه. ده الكاليماري او السبيط كان ب150 جنيه. السمكه دي اللي هي بتضحك، بس ما خفت اقلبها يعني. بيمسكوها ينضفوها، ولا مش عارفه دي يعني سمكه، ايوه هي دي باين، بيبيعوها. تمام. اللي برضو الكاليماري ده قال لي ب150. الجمبري غالي، نفسي كنت اجيب جمبري قوي بس غالي. ده 450، ده في السوق، في ارخص سوق موجود في اسكندريه. فتخيلوا بقى دوت في المحلات بكام؟ في المحلات غالي قوي، 600 700، ارقام غريبه بصراحه. الجمبري مش عارفه ليه غالي، بس بصراحه يعني شكله مختلف عن اللي في القاهره قوي. تحفه بصراحه. 450 ده، انا قلت لو ب250 لو بتاع، لكن 450 غالي قوي. البوري ب150 جنيه زي القاهرة. ما سألتش على السردينة، مش عارفة ليه الحلوة دي، مع ان دي والله لو كنت جبتها وعملتها صينية كانت بقت حلوة. لسه طبعا في ناس بتفرش. الكاليماري جميل قوي ب120 جنيه. حلو والله يعني. ممكن بفكر انزل الحلقة بقى اللي هي عند القلعة بتاعت القائد باي واجيب تاني سمك، يمكن اعرف اجيب يعني احلى من كده. وفي حد قال لي هنا، جبت كابوريا من الراجل ده بقى، لقيتها طازة كده وكلها نتي كده رغم ان هي صغننة. اداني على 120 بصراحة. هو قال 150، قعدت افصل عشان قلت له يعني عايزة 4 كيلو كده، فادهاني على ايه، على 120. اما لقاني عايزة كتير يعني. ولقيتها طازة كده وكلها مبطرخة. تمام. فدي بصراحة كانت، انا بحب الكابوريا قوي، كانت لذيذة. دي السمكة اللي بحكي لكم عليها اللي هي بتضحك دي، مش عارفة بخاف منها السمكة دي. انا مش عارفة بياكلوها ازاي بصراحة. بينضفوها ويبيعوها لك لحم ب120 جنيه الكيلو. بصوا خفت منها، معرفش بقى، معرفتش اجيبها. الجمبري الصغير ب120. وبعد كده بقى ايه، انواع السمك ما لقيتش كتير، عشان انا كان المفروض ايه انزل بدري يعني، لا انزل متاخر شويه، لان لسه الصيادين ما كانوش جم او فرشوا او كده. جبت بقى خضره من الست الجميله دي. فلاحين هم الوحيدين اللي عندهم خضره كويسه، لكن المحلات ما فيهاش خضره كويسه. انا عامله لكم فيديو بقى في المكان اللي انا قاعده فيه والمحلات والسوق اللي جنبه والاسعار. في عندكم حاجات حلوه يعني اسعارها كويسه قوي، وفي عندكم حاجات يا عيني بصراحه صعبتوا عليا يعني اسعارها غاليه.
وما تيجي تكلمي مثلا البقال ولا تكلمي تقولي له ليه ده عندنا في مصر بكذا، يقولوا لي ما انتوا بتبعتوا لنا الحاجه من القاهره غاليه او احنا بنشتريها غاليه. ففي فعلا صدقت اخواتي فعلا الاسكندرانيه المتابعات لما كانوا بيكتبوا لي مثلا انه فعلا ما عندناش الحاجه دي بالسعر ده وما عندناش ده، لانه فعلا عندكم حاجات غاليه. الزيتون ب90 جنيه، عندنا معداش ال70 جنيه، فبرضه حرام يعني. والليمون عندكم ب20 جنيه، والبقالة عندكم فيها حاجات غالية، يعني البقالة كلها زايدة 2 جنيه ما المشكلة أو دلوقتي بس 3 عشان جنيه هنا ساعات. كتير فبيهزوا كده. دي بسبوسة رفيقة الدرب. لا ما ينفعش خدت مني التليفون، وبصوا بقى اسمعوا سلمى وهي بتشتكي عليا. بكام العيش ما ده؟ ها؟ ب2 جنيه. بقى يا جماعه احنا بعد ما اشترينا حاجات من السوق قلت لماما تعالي نسأل على حلقة السمك ونروح بقى نشتري الجمبري من هناك. تمام. طبعا ماما عايزه تشتري خضار، عايز تشتري خضار وطماطم. طب يا جماعه هنشيل ازاي واحنا اصلا ساكنين في حته ابعد؟ لو كلامك مش تمام. وماشيه يا جماعه بتسال الناس، يعني مش عايزه بس اقول اي حاجه كده ولا كده عشان ما تتحطش عليا، بس عماله تسال الناس والناس عمالين يستغفلوها يقولوا لها مش عارف لا امشي كده روحي كده خلينا نركب 200 مواصله ولا سيبيني انا اتعامل. تقول لي لا انت مش هتعرفي تتعاملي. يعني هو انت اللي عارفه تتعاملي وعايزه تشتري طماطم واشتريت خضره قد كده؟ يعني مش فاهمه هنعملهم بقى هنحطهم فين دول؟ مش فاهمه بجد والله. شفتوا البت؟ انا قلت لها بصي، هي سبتها تتكلم وخدت المايك وراحت تتكلم. قلت لها بص لو الكلام ما عجبنيش، بس بصوا يعني الكلام والله العظيم العيال يا اختي افتكروا نفسهم كبروا وبقوا اشطر مننا. عشنا وشفنا. عاجبكم كده؟ اصل انتوا اللي عملتوا فيا كده، كل ما اسالكم على حاجه توهوني، وانا اقول لها لا ده الاسكندرانيه حبايبي، الاسكندرانيه عمرهم ما يتوهوني، وفي الاخر بتتوهوني وتضحكوها عليا. اكتبوا لي في التعليقات لو حابين اكمل لكم سلسله فيديوهات من عروس البحر الابيض المتوسط اللي انا بعشقها عشق. مهما قالوا لي ومهما عادوا لي، اسكندريه دي جوه قلبي. وتحيه لكل اخواتي المتابعات من اسكندريه، بحبكم جدا في الله، اغلى اخوات في الدنيا. ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.